ناصر الخليفي يرفض رحيل أشرف حكيمي لأحد كبار أوروبا. لاعبو المنتخب المغربي الأولمبي: سنقاتل من أجل الفوز على أوكرانيا والويلز لنستعد جيدا للأولمبياد. كشف القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي عن موقفه النهائي من فكرة بيع المدافع المغربي أشرف حكيمي إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وبحسب صحيفة إل ناسيونال الشهيرة، فإن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان يرفض على الإطلاق فكرة بيع حكيمي إلى ريال مدريد في الميركاتو المقبل. وتابعت الصحيفة قولها: الخليفي غير مستعد لبيع حكيمي ولن يستمع إلى أي عروض مقدمة بهذا الشأن، كما يرفض بشكل قاطع الجلوس مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة. أبان لاعبو المنتخب المغربي الأولمبي عن جاهزيتهم للفوز في المباراتين القادمتين أمام كل من أوكرانيا والويلز الوديتين من أجل الاستعداد جيدا للأولمبياد بباريس 2024. وقال يانيس في تصريح للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على هامش الحصة التدريبية التي خاضتها العناصر الوطنية عشية يومه الثلاثاء: إنه تدريب مهم للغاية، تنتظرنا مباراتين إعداديتين وإن شاء الله سنفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.